ولكن كتبدا القصه مع واحد الرباعه ديال الشماكريه كيقلبوا البركاسات في الفيلا ديال الحاج. فهاد اللحظه الحاج شافهم وطلق عليهم الكلب. الشماكريه شافوا الكلب كريطو ولكن قدر يلحق عليهم وعض الرويس. بنت الحاج طلات من الباركون بلا كيتوجه، هبطات كتجري، خدت معها العساس ومشات تشوفو. ملي لقات الكلب دغمر والديه دات العساس يجي في الطوموبيل باش يديه للسبيطار. الجهه الاخرى غنشوفوا واحد الشيخه سميتها حنان مزهيه الوقت في واحد البواط. والمغاربه طلعوا كيعيشوا غايه كتار من الهنود. ملي سالات شطيح الخدمه اش راه قال لك الشيخات يولي عندهم الضمان الاجتماعي. دازت ناس التربايه خدات من عندهم الماكله فحال ديما ودات لدوك الشماكريه تما شكرها معيزو. قال لها بلي الرويس عضو الكلب ديال الحاج وخداتو بنتو للسبيطار وهو باقي كيعاود ليها. وصات بنتو الحاج مع الرويس طلبات منو يتبع الدواء ديالو. هو فهاد الوقيته كان حال فمو فيها دارت فحال واحد الشوفات من بعد تحركات فحالها. نهار الاخر يصبحوا مكسين في واحد الفيرما ديال الليمون. جاو العساسه جراو عليهم ديك الساعه تحركوا الجمال فينا يدبروا على راسهم. بقاو تلاوح من هنا تلاوح من ليه حتى جا الليل عاوتاني. مشى الرويس عند واحد البنت كتبيع الديطاي. باتو كارو وكانت كتبان مزعوطه فيه. الا عكس اختها اللي ديما مناقره معاه وما كتحملوش. ضرب صاحبنا داك الكواير وسد المجاج ومشات تكا قدام الفيلا ديال الحاج. يلا داتو عينو وقف عليه واحد الساط فيقو وطلب منه يتكلم المراه اللي خدام عندها. المراه كانت قوريه كبيره شويه ولكن باقي فيها ما يدار. بدات كتهضر معاه بالفرنسي والرويث مسكين يلنقش بالبا سول الفيدور شنو بغاتو اللي باللي عجبها وبغات تدي معاه للخارج. رويث مسكين عمرو خرج من المدينه اللي ضرفوتو طنجه اللي غتفوت المغرب ماشي طنجه. ما طلع الرويث سولات واش عجباتو بقى حال فمو. هي ما ديري الفيدور سولاتك واش عجباتك ديري الرويث باللي ماشي غير عجباتو. من بعد تلاها عليها هنا حبسوا الفيدور وقال لي صبرا جا تغسل. داري الرويث ديال 4 سنين هادي ما شاف النعمه وبغى يشرب غا واش باغي امارش ولا خاصو الفيدونج. مشى معها الرويس خداتو لبرا. من بعد سنوات غير رجع خاربها العاقه. منين جاب الفلوس وكيدار ليها من بعد نعرفو ترى ولاو عنده الفيلات الفيدورات والحريم كيتسناه في الطريق. وصل الفيلا ديالو حط حوايجو واول حاجه دار هي قصد ديك البنت اللي كتبيع الديطاي. في الاول ما عرفاتوش وحسب لها غير شي مقنك خاصو كارو ولكن ملي قال راه الرويس فرحات ركبات معاه ومشاو يقلبوا على صحابو الاخرين. صحابو معرقين سيريسيون ما وقف عليهم الطوموبيل بداو كيقولوا الميريكان هجموا وعلقوا حتى شافوا مولا الديطاي. عاد ديك الساعه رجعوا سلموا على صاحبهم وفرحوا بزاف حيت شافوه. شارجاهم كاملين ودات ياخذ حتى اخت مولا الديطاي واخا ما كانتش كتحملو. وهما واقفين قدام دارها زي يضرب على بنت الحاج جايزه في الطوموبيل. خدام الرويس يدير الشوبين تلاقاهم في واحد المحل يهزوا اللي بغاو. من بعد شارجاهم مره اخرى قصدوا الفيلا ديالو دوشوا بدلوا حوايجهم وملي خرجوا لقاو